السلام عليكم. النهارده هنحلل مباراة الديربي، ديربي القاهرة اللي بتجمع ما بين الأهلي والزمالك. عارف إن الحلقة متأخرة بس معلش لأجل ظروف القناة، لكن الماتش ده أنا كنت مستنيه وعايز أشوف أسوريو مدرب الزمالك هيعمل إيه مع بطل أفريقيا، وكمان عشان دي الماتش اللي بتحدد المدربين ونشوف هيعملوا إيه في الكونفدرالية. فعلا حصل وحصل ال4-1. حسين الشحات بيسجل الهدف الأول في الدقيقة 2، والهدف التاني في الدقيقة 36، وعلي معلول في آخر دقيقة في الشوط الأول، ويبتدي الشوط التاني وزيزو يسجل من ضربة جزاء، ومحمد شريف بينهي الماتش ب4-1 وفي آخر دقيقة. نبدأ بقى في تحليل الماتش، وبيبتدي بضغط أهلاوي عنيف. ده حتى قدروا يسجلوا جون في الدقيقة 1:30 بقدم حسين الشحات الصاروخية، اللي ما بيقدرش الحارس يعمل لها حاجة لأنها كانت في الزاوية الضيقة، وبتكون صعبة على الحارس ما يعرفش يلمسها ولا يقف في طريقها، والماتش مش عادي. لكن أوسوريو غلطان، بيلعب من غير قطع كرات، وبيقف بخمس لعيبة كمان في الهجوم، ومنطقة ال18 ما فيهاش حد، وفاتح فدادين وفاتح شوارع كبيرة في وسط الملعب للاعيبة الأهلي. ده حتى فتوح ما عندوش اللياقة الكاملة انه يجري من اليمين للشمال ويقطع الكورة، وما كانش فيه ديفندر سريع، فكده خلاص الاهلي بيلعب في فدان. بس الغريب في كده انه طلع واعتذر في المؤتمر الصحفي. طب ازاي بعد ما حسين الشحات جاب الجون التاني وكنت تقدر تغير في الخطة وتلعب زي ما بدأت الشوط التاني، وانك تلعب باربعة لعيبة في الدفاع وفتوح يرجع مكانه وزيزو يرجع مكانه، والزمالك اتظبط ومسك الكورة في وسط الملعب الاهلي؟ امال بقى لو كان مروان عطية وحمدي فتحي كانوا بيلعبوا، بسم الله ما شاء الله. مروان عطية دي جوهرة خط النص في افريقيا كاملة، وكمان في غياب حمدي فتحي لا اظن دي مجازفة كبيرة من اسوريو. وكمان شيكابالا اظن انه لازم يعتزل، لانه كمان يصعد ناشئين عشان الزمالك يقدر يبني نفسه. وفي هدف علي معلول وسط ملعب الزمالك كان متاكل، وده كان في 7 لعيبة أهلاوية مقابل 3 لعيبة، بتوصل لعلي معلول ويحطها بطريقة بطيئة نسبيا، وبتعمل بند، والحارس المفروض يبقى شايفها وشايفها وهي بتنزل البند ويروح عليها ويمسكها، لكنه ما بيقدرش يقدر المسافة وبيغلط، وده بيكلفه الهدف الثالث. وأسوريو بيظبط الزمالك ويبتدي الشوط الثاني بضغط زملكاوي، وفعلا بيحصل للزمالك على ضربة جزاء وطريقة زيزو، ويسجل زيزو هدف من ضربة جزاء، ويستمر الضغط الزملكاوي. لكن في الدقيقة الأخيرة بيسجل محمد شريف الهدف الرابع في مرمى الزمالك، وفي آخر دقيقة وفي الزاوية الفاضية، وما يعرفش الحارس فعلا في الكرة ديت انه يلمسها ولا يعمل لها حاجة، وبينتهي الماتش بنتيجة 4-1. لو انت فرحان للأهلي اعمل لايك اشتراك، ولو انت زعلان للزمالك اعمل لايك برضو لاجل المجهود اللي انا ببذله. بس أسوريو فكر في الماتش بطريقة غلط وكلف نفسه 3 أهداف بسبب انه ما قدرش خصمه. ولو كان بدأ الماتش زي ما بدأ بالشوط التاني كان في احتمال فوز الزمالك او تعادله، وده كان هيبقى في مصلحة الجمهور ومصلحة الفريق اكتر من اللي حصل فيهم في الماتش دوت. وما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يصلك كل جديد عن عالم كرة القدم. كان معاكم زياد من قناة حكاوي الكورة. ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد عن عالم كرة القدم، وكمان ويلا نفعل هاشتاج اصغر محلل كرة قدم في اليوتيوب كله.